اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله حبايبي. صباح مساء الخير عليكم بقى، عشان ده يعني ايه سندوتش اخر الليل كده، يعني حاجه خفيفه كده وحاجات كلها موجوده في البيت. لو حد من ولادك مثلا طلب منك ان انت تعملوا حاجه سريعه كده، دي حاجات كلها في البيت يعني. هنعمل بقى سندوتش ايه. هو معانا بيضايه مثلا، شويه فلفل على جزر مبشورين، ومعايا اي انواع جبن عندنا. وبعدين هنعمل بقى ايه، نحط بقى السمنه. اول ما تسخن السمنه هنروح جايين نازلين بالخضار. ممكن لو عندك زيتونه قطعي عادي عليه شرايح زيتون كده. وبعد كده نرب بيضه نحط عليها ملح وفلفل. وبعدين اول ما نحس ان الفلفل دبل معانا يعني كده عشان ما يقرش، نروح جايين نازلين بالبيضه ونحرك بقى ايه اللي هي الطاسه، بحيث ان هي البيضه تيجي فيها كلها، تبقى عامله زي الاومليت كده، لغايه ما البيض ايه نحس ان هو ابتدى ايه، ابتدى يستوي. ونحركه من الجناب كده نلاقيه خلاص كله بقى ايه زي الاومليت. هننزل بقى بشويه الجبن كده على الوش، عشان الجبن تسيح في الاخر يعني مش من الاول. ونحط رغيف العيش عليه. هنحركها اهو، نتاكد ان هي ايه نشف من جميع الجهات، ان هو كده خلاص يعني دخل في السوا. هننزل بقى عليه بايه برغيف العيش، ونحركه برضو احنا ايه برغيف العيش كده، عشان نضمن ان هو ايه مش لازم. ده كله بيرجع لانك انت حاطه سمنه كويس، والطاسه اصلا غير لاصقه يعني. هنروح جايين بقى ايه كافينه، وبعدين نحط جبن تاني ونحمص بقى العيش. طعمه ما شاء الله يعني، ولادي بيحبوه. ده لما بكون مثلا هم عايزين يتعشوا حاجه سريعه، بروح جايه قايمه عاملاها بحاجات كلها مكونات في البيت يعني. وفي نفس الوقت حطيت الجبن تانية، وهو ايه تلاقي الجبن بقى بتمط وهو مقرمش كده. ده بقى شكله حبيبي في الاخر بقى الجبن مطت وما شاء الله يعني. حاجات كلها موجودة في البيت، حاجات بسيطة كلها موجودة في البيت. لو عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا على ايه اعجاب للفيديو، وبتمنى ان هو يعجبكم وتدعموه. شكرا لكم.